بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير عليكم على اعزائي المشاهدين. طبعا عايزين نقول مبروك للنادي الاهلي النهارده او امبارح يعني بالاخص ان هو توج افضل نادي في افريقيا. طبعا هي الجائزه ديت احنا تقريبا جماهير النادي ما حسيتش بيها، جماهير النادي الاهلي او شعب النادي الاهلي زي ما انا دايما بقول يعني متعودين عليها وشايفين ان هو دوت الطبيعي بالانجازات والبطولات اللي بيعملها النادي الاهلي. بس المره دي ما حسيناش بيها وما حسيناش انها ليها طعم. بس الف مبروك للنادي الاهلي وهارد لك طبعا على المباراه بتاعت باتشيكو، وان شاء الله اللي جاي يكون احسن. عندي كم موضوع كده عايز اتكلم فيهم النهارده. بدايه موضوع زيزو وجائزه افضل لاعب. يعني طبعا هم اتبعت لهم الطبيعي يعني او البروتوكول اللي المفروض ان هو دايما بيشتغل عليه الكاف، ان هو بيبعت انفيتيشن لكل الناس اللي هي المرشحه للجائزه يعني. فما اعرفش ايه الغلط اللي حصل او مين وصل لزيزو اللي انت هتفوز باحسن لاعب في افريقيا، وفي الاخر للاسف يعني ما فاز بيها. طبعا هو زيزو كلاعب لاعب محترم، مش لعيب قوي يعني، بس اللي هو راجل مجتهد، راجل محترم، راجل مؤدب، بيقدر الفرق الكبيره، بيقدر المحترم مع اللعيبه. فطبعا هو زعلان يعني وكتب بوست كده ان هو بيقول ان هو كيف تدار، هو يعلم يعني انها كيف تدار الجوائز او ترشيح او وات ايفر يعني. فطبعا طلعوا بعض الصحفيين الزملكاويه وبعض جماهير النادي الزمالك اللي هم عايشين في الغيبوبه، اللي هم عايشين في المؤامره، ان دوت مقصوده وان هي فعل فاعل، وان ازاي زيزو ما يفوز. معلش عفوا يعني انت لما تيجي تقارن، هم بيقارنوا دلوقتي ان يقول لك لا ده زيزو كان مرشح وكان هو المرشح الاول عن حسين الشحات في ان هو يفوز بالبطوله، هو لا حسين الشحات ولا زيزو. بس لما تيجي كده بالارقام، لما تيجي تحسبها وتشوف ارقام حسين الشحات والانجازات اللي هو بيعملها مع النادي الاهلي، وتيجي تشوف زيزو، لا في فرق كبير، في فرق بين الالقاب والبطولات والاهداف واللعب والحرفنه، في فرق كبير قوي بين حسين الشحات وبين زيزو يعني زيزو لو كان فاز بالبطوله ديت فعلا كانت احنا بقى اللي المفروض نتكلم، مع ان ده ما بيحصلش من جماهير النادي الاهلي، ان احنا نتكلم وان انا نقول ان دي مؤامره. ازاي زيزو يفوز وحسين الشحات ما يفوزش يعني؟ ف هارد لك لزيزو وهارد لك لحسين الشحات والجاي افضل يعني. الموضوع التاني اللي عايز اتكلم فيه ان هو طلع فيه قرار امبارح من كابتن رمضان المدير الكوره في النادي الاهلي، قال لك ان القايمه بعد كده هتكون للنادي الاهلي والتشكيل لكولر. يعني انتوا، انا عايز افهم انتوا كده حلتوها طيب وات ايفر ان احنا كولر، انا سمعت ان هو وافق على الموضوع ده، ان هو وافق ان القائمه تكون لاداره النادي الاهلي او اداره النادي الاهلي او لمدير الكوره، ان هم اللي بيحددوا اللعيبه اللي هيجيبوها، وفي نفس الوقت تبقى التشكيل هيبقى في ايدكم. طب ما هو هي نفس المشكله برضه، هتجيب له لعيبه وهيركنها على الدكه ويحطهم في الثلاجه. هو كولر زي ما تقول جنون العظمه خدوا الناس لما اللي بيوصل لمجد معين، او طبعا هو الراجل ما حققش بطولات او ما حققش بطولات عالميه او على مستوى الدوري عندنا او على مستوى افريقيا الا مع النادي الاهلي. فهو وصل لمرحله ان هو بقى مش عايز اقول كلمه تزعل يعني، بس ان هو ابتدى جنون العظمه ياخده شويه وبقى يغير في التشكيلات ويعمل في التغييرات ويلعب في التشكيل وما يحطش لعيبه في مكانها ويجمد ناس. وصل لمرحله ان هو يعني انت عندك رضا سليم، انت خلصت عليه في اكتر من لاعب، الدبيس خلصت عليه، ديفيد خلصت عليه، وانت دولت انت طالبهم وقلت اللي انت عايزهم. طيب لما اداره النادي الاهلي دلوقتي تحط قرار زي دوت، طب انتوا ما حلتوش المشكله
هي المشكله في كولر دلوقتي، المشكله في كولر، المشكله في اوضه اللبس. واحنا مش هنسكت على الموضوع ده، وكل يوم هنطلع نتكلم فيه ان مستوى النادي الاهلي ان انت تخسر بطولتين من 3 بطولات في خلال 6 شهور، دي ما حصلتش ولا هتحصل، ولا جمهور النادي الاهلي ولا شعب النادي الاهلي هيستنى على الموضوع دوت. مش هنصبر على الموضوع دوت. في نقطه تانية هتكلم فيها، اللعيبه اللي عايزين يجيبوها عشان خاطر كاس العالم الانديه يعني. خلينا الاول في الموقف اللي احنا فيه دلوقتي. انت داخل على دوري، وداخل على دوري ابطال، وداخل على كاس. انت مفروض في شهر الواحد، الشهر الجاي ان شاء الله، ان انت تحط او تجيب لعيبه على مستوى. انت ما تجيبليش تنقلي من الدوري المصري لعيبه، ولا تجيب لي حمدي فتحي، ولا تجيب لي عبد المنعم مش هيجي، ولا تجيب لي حجازي. انا دي الاسماء اللي احنا سامعين ان هم بيتكلموا فيها دلوقتي، ان هم عشان يلعبوا كاس العالم هتجيب لي حمدي فتحي، او جبت حمدي فتحي خلاص وهتجيب حجازي. انتوا بتتكلموا ازاي؟ انتوا بتهرجوا يا جماعه. يا جماعه احنا داخلين نلعب في ليفل ومستوى اعلى. انت المستوى الاعلى دوت انت لازم تجيب لعيبه على مستوى عالي. في وجهه نظر تانية بتقول لك انت لما هتجيب لعيبه او ليفل لعيبه على مستوى عالي، انت كده بتخلص على اللعيبه اللي عندك. انا ما يفرقش معايا حد، انا ما يفرقش حد معايا من لعيبه خالص. ليه بقى؟ ان انت داخل تلعب مستوى اعلى من المستوى اللي انت بتنافس فيه في الدوري. انت ما عندكش منافسين دلوقتي في الدوري، انت كلهم اخصام. خصم بيلعب معاك ماتش، اما منافس انت ما عندكش منافس. هو مثلا بيراميدز طالع شويه بيعافر، بس انت مخلص على الكل. يعني انت دلوقتي مستوى النادي الاهلي مش الليفل بتاعه مش هيعلى الا لما يكون انت بتنافس على، او بيكون معاك سكواد تعرف انت تنافس فيه، وانت تنقي اللعيبه تبقى اللعيبه على الفرازه. اما تيجي تقول لي مصطفى العش ومحمود ربيعه، اوكي لعيبه حلوه كويسه مش وحشه، بس انت بتتكلم دلوقتي ان انت عايز مهاجم. انت عايز في كل خط على الاقل 2 أو 3 في كل خط، خط الهجوم، خط النص، الدفاع. الناس اللي عندك هتبتدي تاخد مباريات، ماشي اوكي، خط الدفاع ممكن يتظبط شويه. اما انت خط النص انت عايز لعيب او لاعبين كمان، وعندك اجنحه. انت عايز 6 أو 7 6 أو 7 عشان لما تخش كاس العالم قبلها بشويه تكون الناس دي خلاص اندمجت مع بعض، الناس دي بتلعب مع بعض، الناس دي فاهمه ان هم في بقى في تاريخ، في تسجيل تاريخ، في حاجات انت المفروض توصل لها. مش هتوصل لها باللعيبه اللي عندك ديت. الليفل اللي عندك مختلف، لعيبه مش عارفه تشوط ضربات جزاء. وبعدين انت يا كولر برضه المباراه، هرجع تاني للمباراه بتاع باتشوكا، انت الناس دي ضربتها انها تشوط ضربات جزاء. ازاي انت تحط كهربا ثالث واحد او رابع واحد يشوط، رابع واحد يشوط تقريبا؟ ازاي يعني؟ كهربا اساسا ما بيشوطش، احنا عارفين ان هو ما بيشوطش. ما علينا، خلينا نطلع من الفكره ديت. هرجع تاني الموضوع، موضوع بقى الاعلام والتعريض. انا عايز افهم انتوا بتعرضوا او انتوا يعني عايزين توصلوا ايه مع لعيبه النادي الاهلي. هتكلم على موضوع الشناوي. موضوع الشناوي واضح جدا في الفيديو ان هو كان بيهاجم الجماهير النادي في الماتش بتاع باتشوكا، وكان بيقول لهم انا ماشي، ما تمشي. يعني انت فاكر ان هم طالعين بقى بيتكلموا ان هو لا، ده كان الدكتور جه بيقول له يلا يا شناوي امشي من هنا، قال له خلاص انا ماشي. الناس فهمتها ان هو ما بيقولش كده للجماهير، ده هو بيقول لك انا ماشي داخل القطر. انتوا بتشتغلونا يا جماعه، عيب عيب، سوري. انتوا ايه اللي بتعملوه ده؟ يعني انا عايز افهم انتوا هتبطلوا امتى شغلانه التعريض ده؟ بطلوا تعرضوا للعيبه. الموضوع دلوقتي انت غلطان تطلع تعتذر وتقول انا اسف. طلع قفشه يعتذر، وطلع مروان عطيه يعتذر، واللي هو بيتكلم بيقول انا كابتن الفريق ما طلعش اعتذر. ولا ما اعرفش، هو انا سمعت انه طلع مع ابراهيم فايق او ما طلعش، ما هو مش فارق معايا اساسا، انا قرفان منه يعني. مش عاجبك الشناوي امشي. انت فاكر ان انت، انا اتكلمت في الموضوع ده تاني وهتكلم فيه تاني، اي لعيب هيشوف نفسه على جماهير النادي الاهلي او على النادي الاهلي مع السلامه بره. يا اما تعتذر يا اما هنخليك تبطل كوره، وكل يوم هنتكلم عليك يا شناوي. لازم تحترم نفسك وتحترم جماهير النادي الاهلي، ما تعيش الدور.
هتعيش دور شيكابالا على الجماهير وترفع لهم الجزمه وتعمل الحركات ديت، مش هياكل معانا ابدا ابدا. وهي دي النقطه اللي انا كنت عايز اتكلم فيها معاكم بالنسبه للاعلام والتعريض اللي هم بيعرضوه للعيبه. كده احنا هنوصل لمرحله ان احنا مش هنعرف نعمل كنترول على اللعيبه بتاعتنا. فان شاء الله الجاي يكون احسن. سلام عليكم ورحمه الله وبركاته.